بسم الله. لبن زبادي، ملح، سكر، دقيق تابيوكا، موية، كمان موية. أصب الخليط هنا وأفضل أحرك فيه عشان ما يمسك. كده تمام. القوام كيف يكون؟ كويس. ده رف التجفيف. طيب جهاز التجفيف اللي نجفف فيه الفواكه الخضار وكل شيء هو اللي حستخدمه في تجفيفها. اخذ من الخليط واجي هنا اعمل كده. طيب وبالملعقة نفسها سوي كده ونجي هنا نقطة بالملعقة نبرحها، اشيلها كده وعلى المجفف. حابة الونها فاخذ شوية زبدية احط عليها لون حسب الرغبة، اخلط اللون ساحر كده ونرجع تاني. ايش هاي المكتوب؟ بشوف اشكاله كيف كانه بنات افكاري. المهم على المجفف. يلا لو انتوا بنفس الطريقة. طيب نسوي كده. طلع الدائرة طبيعية شوية. تمام. النكهة اللي تحبوا انكم تضيفوها ترى حيكون الموضوع مرة ممتع. دحين انا حضيف نكهة الكاتشب او نكهة الثوم، نكهة الجبنة، حسب الرغبة. الموضوع مرة متاح ومرة حلو حتى لو كان تبغوه بدون الوان. نبدأ نقلي. طبعا سخنا الزيت. شوفوا كيف تنفش ما شاء الله. شايفين شكلها؟ ترى هي مرة طرية حتى لما نطلعها تكون لينة، بس بعد كده تنشف فما نخليها وقت طويل. نحطها تطلع زي كده نشيلها. شايفين؟ وحتندهنوا من القرمشة ما تاخد ولا دقيقة. حلوين على الصفاري. ايش رأيكم؟ حاجة تستحق صراحة، تستاهل التعب وتستاهل الصبر وتتعامل. مثلا شفت الكمية اللي استخدمناها المكونات؟ لا شوف ايش طالع لنا، كمية كبيرة ومقرمشة كأنه بطاطس. أحب أقول لكم ماني من الناس اللي يزعلوا إذا أحد أخذ الوصفة وسواها مشروع أو أي حاجة، لا بالعكس، الله يفتح في وجهكم كل البيبان مقفلة إن شاء الله ويرزقكم. أتمنى تجربوها وإن شاء الله تحبوها، وعلينا وعليكم بالعافية.